اهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده انا فرحانه جدا عشان لقيت حاجه انا كان نفسي فيها. بصراحه انا من يومين كده كنت بتصفح في الفيس عادي، ماسكه التليفون وعادي يعني بقلب كده فيه. لقيت صفحه من مطروح، بتبيع زيت زيتون روعه روعه روعه. يعني حتى انا كل سنه لما بروح مطروح بجيب من المعصرة اللي في كليوباترا. بتبقى جميلة جدا، بجيب زيتون وبجيب زيت وكده. ما بيبقاش طعمه ولونه زي اللي جالي النهاردة. بجد بجد حاجة روعة، وسعره بجد يا جماعة، سعره أنا اتوهمت بصراحة. يعني سعره بالنسبة للأسعار اللي في السوق اللي موجودة في أي ماركت. لا، طبعا دخلت الصفحة وكلمت يعني المسؤول عن الصفحة وقلت له أنا عايزة أعمل أوردر. فقال لي أوكي مفيش مشكلة، حضرتك عايزة إيه الكمية اللي أنت عايزاها؟ طلبت طبعا منهم. ويعني الكلام ده كان من يومين، لقيته النهاردة بيتصل بيا. شركة الشحن جابت لي الزيت لغاية عندي. قمة في الاحترام، ذوق ما اقولكمش. يعني انا مهما اوصف الناس اللي انا يعني كلمتها، ناس محترمة جدا جدا جدا، سواء من الصفحة اللي عملت الاوردر منها، او سواء شركة الشحن. بجد بجد الاتنين قمة في الادب وقمة في الاحترام. ويعني بسرعة، يعني ما يعني انتوا لو يعني النهاردة مثلا تعملوا الاوردر، بكرة او تاني يوم بالكتير الاوردر يكون موجود عندكم في البيت. انا من عشاق زيت الزيتون، وخصوصا لما تعبت وجالي سكر وكده. الدكتور طلب مني ان انا ابعد عن الدهون، ويعني استخدم البديل يبقى زيت الزيتون وكده. فانا قلت خلاص مفيش اي مشكله، يعني مفيش يعني احسن من الصحه. فانا قلت خلاص بعد كده انا يعني اكلاتي كلها هتبقى ايه بزيت الزيتون. ف لما جالي الاوردر وفتحت ازازه الزيت وشميت ريحه زيت الزيتون ودقت الزيتون، بجد والله العظيم، مش انا والله العظيم انا مش بعمل دعاية، ومفيش حد عطاني فلوس ان انا يعني اعمل له دعاية. والصفحة تعالوا 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 اتفرجوا بس على الطبيعة، شوفوا الجمال والروعة يا جماعة. شايفين اللون الزيت عامل ازاي؟ بجد في ناس هيقولك ده حاطين لون عليه، والله طعمه جميل وشكله جميل. يا جماعة انا اول ما فتحت الازازة شميت ريحة الزيت روعة. انا فعلا كنت موهومة يعني بالزيت اللي انا كنت بشتريه قبل كده. كنت موهومة، يعني انا كان نفسي من زمان، أنا بادوّر على الريحة والطعم ده من زمان. بجد، بجد حطيته على الجبنة الأول. كنت باجيب الزيت الزيتون أحطه على مثلًا الجبنة القريش أو الجبنة البراميلي، أي نوع جبنة باحط الزيت عليه. زيت الزيتون ده باحس بخزازة كده. الزيت دهوّة حطيته على الجبنة، بجد حاسة إن أنا باكل، مش باكل جبنة، حاسة إن أنا باكل زيتون طعمه لذيذ جدًا. بجد، بجد الناس دي صادقة، والناس دي مش بتدوّر على يعني الفلوس والكلام ده. لأ، لا، لا. اللتر سعره 150، هو عاملين عرض طبعًا بتمن نُص كيلو في أي ماركت. يعني انزلوا شوفوا أسعار زيت الزيتون في الماركتات كلّها غالي جدًا. ففعلًا الناس دي ناس صادقة وما بيدوّروش على الفلوس، بيدوّروا على السُمعة الطيبة، وفعلًا يستحقوا كل شكر. أنا باشكرهم جدًا. بُصّوا، هو اللتر الإزازة اللتر ب150، الاتنين عاملين 300 بمصاريف الشحن 40 جنيه، يعني مش بفلوس. بجد الناس دي لازم يعني أشكرهم وأديهم يعني حقهم في الشكر. وعايزة بقى أقول للناس اللي دايما بيحبوا زيت الزيتون، ولما بيحطوه على الجبنات أو كده فبيحسوا بخزازة أو كده في الطعم، بجد بجد الزيت ده
تحفة تحفة. هو ده بقى اللي انتوا بتدوروا عليه، يعني هو ده اللي بيتحط على الجبنات وبيتحط على الاكل، بيتحط في اي اكلاتكم. بجد بجد هيعجبكم جامد. هسيب لكم اللينك بتاع الصفحة عشان اي حد بيدور على زيت الزيتون من زمان ومش لاقيه، مش لاقي النوع ده هوت، بإذن الله يعني هيعجبه جدا. وبتمنى الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسوش تشيروه في كل مكان عشان الناس اللي بيدوروا على زيت الزيتون الأصلي يعرفوا طريقه. سلام عليكم.